عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا بقى نعمل شوية مربى التين. طبعا ده موسم التين، وزي ما انتوا عارفين احلى مربى ممكن تعمليها، وكمان هتنفعك في المدارس. زي ما انتوا شايفين طريقة حلوة وجميلة وسهلة. يلا بينا نبدأ الطريقة. معايا هنا 3 كيلو مربى التين، او قولي كده يعني بعد ما كلوا واحدتين 3 العيال 2 كيلو ونص. زي ما انت شايفة كده هنبدأ نقطعها على 4 ونشيل القمع اللي من تحت. طبعا تكوني غسلاها كويس مرة واتنين وتلاتة. انا بغسلها بالواحدة، يعني مش بغسلها مع بعض كده، بغسل واحدة واحدة على ايدي. وبعد ما قطعتها كويس بحط على 2 كيلو ونص كيلو الا حاجة بسيطة. طبعا هو ده مش كيلو، ده 950 يعني. حطيت كيلو، شلت منه نص كوباية. هعصر ليمونة كاملة لاني انا مش بحب ملح الليمون. احب دايما احط في المربى حاجة طبيعية عشان خاطر صحة ولادنا. زي ما انت شايفة بتعصري كده في اي مصفى عشان تحوشي البذر. زي ما انت شايفة حبيبتي، طريقة سهلة وبسيطة، ولو عندك 10 كيلو هتعمليهم بكل سهولة. احلى طريقة لعمل المربى جوه البيت. المربى الجاهزة مش حلوة، وكمان فيها مادة حافظة وغلط على عيالنا. زي ما انت شايفة حبيبتي هنبيتها ليلة كاملة. طبعا ممكن تسيبيها 4 ساعات 5 ساعات لو مستعجلة، لكن انا بيتها ليلة كاملة في التلاجة. زي ما انت شايفة خرت ميتها كلها، والتين دبل، وده اللي احنا عايزينه عشان يبقى سهل في السوى. طبعا احنا عصرين الليمون عليه. خلاص كده انا هحطه على النار. شايفة اول ما بيغلي بقى التين بيبدأ يطلع رغاوي بيضة. طبعا الرغاوي دي غير مستحبة، فاحنا عايزين نشيلها عشان نضمن ان التين لو قعد عندك من السنة للسنة ما يجرالوش حاجة، وبالذات لو بره التلاجة. هنطلع التين، وادي حبايبي بعد ما غليت برضو اللي بيطلع بنسحبه. اي حاجة غير مستحبة بنرفعها عشان خاطر لما تخزني المربى برا التلاجة ما تبص. وادي حبايبي بعد ما عملنا المربى واستوت تماما وبردت، حبيتها ببرطمان معقم. وزي ما انت شايفة طعمها جميل وفعلا فعلا حلوة خالص. طبعا لو حابة تحطي قرنفل ممكن تحطي 1 قرنفل زي ما انا حطيت في اول الفيديو. انتي مش حابة ده براحتك. زي ما انتم شايفين طريقة سهلة وبسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام حبايبي.